الواحد بنتي ليان نبهتني على فد قول أقداركم تؤخذ من أفواهكم. القول لأمير المؤمنين الإمام علي إمام المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام سيد البلاغة أبو الحسنين، والقرآن يتكلم ويقول وأنه لحق مثل ما أنتم تنطقون، وحتى لا فلسفتها ولا تفسيرها وجد أنه الكلام اللي تتكلم به سوف يحدث. إضافة أنه أقوال كثيرة عن التفاؤل بالخير. وصلت إلى فكرة معينة، راح أطرح الفكرة أنه إحنا بإمكاننا نصنع أقدارنا بأيدينا أو أقدارنا بأفكارنا، بإمكاننا نحدد أيامنا. يعني إذا تكلمت أنت بنجاح سوف ذهبت إلى قضية معينة وسوف تنجح بهذه القضية، سوف تنجح بهذه القضية. يعني أنا وصلت إلى هاي المعلومة أنه ما نتكلم به سوف يتحقق إن كان خير وإن كان شر، وهذا موضوع التفاؤل. لهذا السبب القرآن يقول أنه لحق مثل ما أنتم تنطقون. يعني أنا لاحظت من تفسير هذه الآية من بعض المفسرين بهذه الطريقة فسرها، إضافة إلى قول أمير المؤمنين سيد البلاغة أبا الحسنين إمام المسلمين علي بن أبي طالب أقداركم تؤخذ من أفواهكم والمتوقعات. إذا بإمكاننا من خلال كلامنا وما نتفوه به من كلام، إذا ذهبنا إلى قضية معينة أمر معين ما ننطق به سوف يتحقق. هذه فلسفة بالمناسبة بحاجة. أنا ما أتكلم عن السعي، لا هذا موضوع ثاني، السعي موضوع ثاني، القضاء موضوع ثاني. يقول وليس الإنسان إلا ما سعى، هذه مواضيع أخرى، هذه مواضيع أخرى. أنا أتكلم عن هذا الموضوع. هنالك فلسفات تلتقي في مكان واحد، فلسفات وأن تشعبت تلتقي في مكان واحد. فهذه الفكرة بالمناسبة هي مطروحة على الفكرة بدي أطرحها يعني بمعنى الآية القرآنية وقول الإمام ومجموعة الأحاديث اللي تتكلم عن التفاؤل بالخير، أنه ما يتكلم به الإنسان من خير وهو التفاؤل سوف يحدث، وما يتكلم به من شر سوف يحدث. وكثير آيات وكثير حديث تثبت هذا الكلام. يعني علميا أيضا علميا أنه الغدة النخامية تفرز هرمون السعادة. فإذا كنت سعيد وتفاءلت بالسعادة سوف تجد السعادة، وإذا كنت كئيب سوف تجد الكآبة. يعني الغدة النخامية علميا تفرز هرمون السعادة أو هرمون الكآبة، وعلى حسب مزاج أو حسب ما تؤمن به أنت.